بسم الله الرحمن الرحيم. لسه قاري تعليق للمذيع مصري الأصل سعودي الجنسية عمرو أديب. بيعلق على واحد مناقد محدد 20 فيلم من أفضل أفلام السينما المصرية. والراجل ده حاطط فيلم باب الحديد وفيلم أم العروسة من ضمن ال20 فيلم دول. فعمرو أديب معلق بيقول أبويا هو اللي عمل سيناريو باب الحديد. هي قصة وسيناريو باب الحديد، وعمل كمان سيناريو أم العروسة. وفرحان قوي حضرته بفيلم باب الحديد. في حاجة اسمها تعبير دلوقتي رائج جدا، بيتقال اللي هو بيقول لك ايه اوفر ريتد. اوفر ريتد دي يعني ان الشيء يبقى واخد اكتر من حجمه او اكتر من حقه لدى المجتمع. يعني اديب مثلا، فالناس اديب مش عارف ايه الاديب ده ايه، وهو مش كويس خالص يعني، او متوسط يعني. زي الكاتب ابراهيم عبد المجيد. الكاتب ابراهيم عبد المجيد ده انا شايف ان هو اوفر ريتد، وعلاء الاسواني اوفر ريتد جدا يعني الاثنين دول. ومع ذلك شوف الشهره الفظيعه اللي عندهم. يعني علاء الاسواني اصلا ملوش غير روايه واحده بس ناجحه، والروايه دي مقتبسه من ميرامار، واضحه وضوح الشمس، حتى الشخصيات بالعدد. هو بس حدثها، نقلها من الستينات الى التسعينات، ومن اسكندريه الى القاهره، بقى دي كل الحكايه. وانا اتكلمت في الحاجه دي كتير جدا كتير جدا يعني، ممكن ترجعوا للفيديوهات. ابراهيم عبد الجيد ده اصلا ملوش اي عمل ناجح خالص، هو ليه عنوان ناجح دي حاجه في التاريخ الادبي غريبه جدا، ان روايه نجاحها في العنوان بس، اللي هو لا احد ينام في الاسكندريه. ادي هي العنوان غريب كده وركيك يعني. تركيبته اللغويه ما فيهاش ادب، ما فيهاش. شوف انت عناوين نجيب محفوظ ده، شوف عناوين نجيب محفوظ. ده ايه لا احد ينام في الاسكندريه؟ يعني ايه؟ يعني ايه لا أحد؟ تعبير ركيك، ترجمه عربيه لتعبير بالعاميه اللي هو ايه. هو في حد بينام في اسكندريه؟ انت عارف لو كان حطها بالعاميه كان يبقى اكثر احتراما. انما ايه لا احد ينام في الاسكندريه؟ يعني ايه لا احد ينام في اسكندريه؟ ما حدش بينام في اسكندريه. او نقول الاسكندريه التي لا تنام مثلا، يعني لو انا المؤلف هقول الاسكندريه التي لا تنام. يعني لو هو اديب عنده لمسه ادبيه كان يقول كده الاسكندريه التي لا تنام. انما لا احد ينام في الاسكندريه، يعني ايه لا احد ينام في الاسكندريه؟ ليه ما بيناموش ليه في اسكندريه؟ معنى ركيك. انما تقول ال... انما وغير صحيح، مش ممكن. لا، ما فيش حد بينام في اسكندريه. انا كنت بروح اسكندريه وبنام في اسكندريه، ايه بقى؟ ايه العبط ده؟ لكن لما تقول لي الاسكندريه مدينه لا تنام، الاسكندريه مدينه لا تنام، يبقى الاسكندريه مدينه لا تنام زي القاهره. القاهره مدينه لا تنام، يعني ايه لا تنام؟ المدينه شغاله، في دايما محلات موجوده، في مش عارف ناس موجودين في كل ثانيه من اليوم هتلاقي ناس موجودين في الشوارع. يبقى نقول ايه؟ القاهره مدينه لا تنام. يبقى كان المفروض يقول ايه؟ الاسكندريه مدينه لا تنام. شوف الركاكه في العنوان حتى. بس لانه عنوان غريب فالناس فاكره بقى ايه؟ ان الناس بنحبهم في اسكندريه. اسكندريه يا سلام، ما حدش بينام في اسكندريه، بيروح اسكندريه بنسهر للصبح. ايه العبط ده؟ تقرا الروايه واعملها ثلاثيه سيادته، ثلاثيه. تقرا الثلاثيه بتاعته العبط كله فيها. فيش اتحولت لمسلسل فشل، ملوش اي عمل تلفزيوني ناجح لاي حاجه. هو وجمال الغيطاني يعني الاديب القوي بيتعرف إن لما تتحول اعماله الى افلام او مسلسلات. هنا بتقول ده الاديب ده قوي، لان العمل دراما ممكن نحولها الى صورة وفيديو، نقدر نحولها الى تمثيل واداء. يعني نجيب محفوظ طبعا استاذ الحكايه دي، كل اعماله مش كلها يعني، في اعمال ما تمش عملها لانها لاسباب سياسيه، زي ليالي الف ليله وليله. ليه برضو عمل تاني ما تتحاولش مش فاكره دلوقتي، لكن مبدئيا ليالي الف ليله ما اتعملش فيلم ولا مسلسل ولا حد جه جنبه. ليه؟ لانه في بعد سياسي مرفوض، وهو ان خلى الاغتيال هو وسيله الاصلاح السياسي في المدينه. هي وسيله الاصلاح السياسي في المدينه هي الاغتيال. فطبعا مش ممكن في فيلم مصري او مسلسل مصري هيقدموا الاغتيال كحل. مش ممكن. كان ممكن زمان زي مثلا في بيتنا رجل.
عمر الشريف اغتال رئيس الوزراء، بطل بقى، وزبيدة ثروت بتحبه، مش عارف بتحب فيه ايه عشان قتل، بتحب فيه ايه، والعيله كلها بتحتضنه عشان قتل، وبيضحوا كلهم عشانه إيه؟ ليه؟ ليه؟ عشان قتل. طبعا الاغتيال السياسي مش حل خالص لاي، الاغتيال السياسي مش حل لاي، عفوا، الاغتيال السياسي لا يمكن الموافقه عليه كحل لاي مشكله، طبعا بالعكس ده بيجيب نتيجه عكسيه. لان وبعدين انت لو سمحت بفكره الاغتيال السياسي كحل، يبقى انت الناس هتغتال كل مسؤول وكل بتاع، ده مش حل ده. يعني انا طبعا الناس اللي اغتالوا السادات دول ارتكبوا ابشع جريمه، هي اغتيال السادات في تاريخ مصر، انا من رايي كده يعني. طيب، نجيب محفوظ اعماله ده، ملحمه الحرافيش دي اتعملت كام فيلم؟ يعني 7 8 افلام مثلا، حاجه كده يعني. حسين عبد القدوس اتعملت افلام، اتعمل قصص والقصيره، افلام ومسلسلات، يعني ميلان عيش في جلباب ابي مثلا، شوف انت بقى النجاح الجبار اللي مع انهم شوهوا العمل، يعني عملوا بس على خدوا الفكره الاساسيه وعملوا منها بقى اللي انت شفته ده، لكن لو انت ما تقراها من غير كده خالص. بس افلام حسام القدوس ناجحه، حتى ثروت اباظه ليه فيلم ناجح جدا اللي هو شيء من الخوف، عبد الرحمن الشرقاوي ليه فيلم يعني ناجح، بس يعني في كلام اللي هو الارض مثلا، وهكذا. لكن انت هات لي ابراهيم عبد المجيد عمل ناجح، اتحول لمسلسل او اتحول لحاجه ناجحه، مفيش خالص، مفيش خالص. ودايما انا بقول له الحكايه دي، انت يعني الشيوع، هو الفكره كلها ان هو شيوعي يعني كله. هو كان معاه دبلوم صنايع قسم كهرباء، مع احترامي طبعا لكل الصنايع لكل الناس دي، لكن ما هوش اديب قوي كده، يعني انت ما بفهمش منه حاجه، افكاره مفككه. لسه انا قاري له مقاله، مش انا ما بقرالوش، بس لقيت الدكتور مأمون فندي بيشيد بالمقال ده في القدس العربي، تخيل. فقلت اقراه، مقال مفكك، انا مش عارف هو قايله ليه، يعني مش فاهم ايه الفكره يعني. المقال او اي حاجه لازم الانسان الاول يوضح ايه الفكره، وبعدين يقول انا هحاول اثبت ان الفكره دي صحيحه. ده المنطق يعني، ان لازم يكون ايه الهدف من المقال. لا هو متخبط كده وما اعرفش عايز يوصل لايه. وبعدين ايه اللي صدمني في المقال؟ بيقول ايه؟ لا توجد حقيقه مطلقه. طبعا ده دليل ان هو جاهل، لان الارض كرويه دي حقيقه مطلقه، الارض بتلف حوالين نفسها حقيقه مطلقه، الارض بتلف حوالين الشمس حقيقه مطلقه، واحد زائد واحد يساوي اتنين حقيقه مطلقه. هل هيحصل في يوم من الايام ان حد يقول ان الارض دي مش كرويه؟ على طول من قفال مستشفى العباسيه على طول. او ان الارض مش بتلف، مستشفى العباسيه. او ان واحد زائد واحد يساوي ثلاثه، مستشفى العباسيه على طول كده. ما تتكلمش معاهم. اللي يقول لك الارض مسطحه ده، قول له طيب ربنا يهديك يا ابني، روح مستشفى العباسيه وانا هبقى اجيب لك زيارات. اللي يقول لك الارض مسطحه ولا إيه ده، قول له روح مستشفى العباسيه يا حبيبي، انت محتاج كام جلسه كهرباء على دماغك عشان يمكن ربنا يشفيك. فيقول لك مفيش حاجه مطلقه، فعرفت ان هو جاهل. نرجع لموضوعنا. فعمرو اديب قوي فرحان بابوه انه عمل باب الحديد. طب باب الحديد ده فيلم فشل، فشل ذريع، الناس كسروا السيما، الناس كسروا السيما. لما جه بقى المخرج يوسف شاهين بيبرر فشل الفيلم، او النقاد الشيوعيين اللي بيطبلوا لبعض، قال لك اصل هو الناس دخلت عشان بطولة الفيلم لفريد شوقي وهند رستم، فالناس بتحب الاثنين، فلما دخلوا لقوا فريد شوقي دوره مش كبير قوي. ايه الهبل ده؟ لا ده هو النقطة الوحيدة المضيئة في الفيلم فريد شوقي، الحاجة المضيئة الوحيدة. بس يوسف شاهين ما ادالوش المساحة، عشان هو طبعا كان بيمثل دور قناوي، فعشان ما يبقى هو الشخصيه المحوريه في الفيلم كله، بدون ما اعرفش ليه كان المفروض يبقى ابو سريع اللي هو فريد شوقي هو يعني هو اللي عليه التركيز الاكبر، لان هو بيقدم النموذج الايجابي. يعني انت الفيلم فيه عندك نموذجين مهمشين، الاثنين مهمشين بدرجات، يعني شيال في المحطه وواحد بياع جرايد، الاثنين المفروض مهمشين. في واحد اللي هو قناوي
بيختار طريق معين ان هو عايز يحصل على على المرأة الجميلة، وعايز يبقى ليه بيت، وعايز مش عارف ايه، وعنده طموحات. والتاني بس طموحاته عالية قوي، اعلى من مكانته كبياع جرايد في المحطة. يعني امكانياته عالية جدا. يعني انت بيعرج ومش عارف ايه. طب هند رستم هتفضل مين؟ هتفضل فريد شوقي ولا هتفضل قناوي؟ هتفضل فريد شوقي طبعا. يعني لو هي انسانه عاقله يعني. إيه يعني؟ فريد شوقي طبعا راجل زعيم وراجل كاريزما وراجل، وبعدين ايجابي وقوي، يحميها ويعملها. لما انت هتعمل لها ايه؟ هتنيمها في المحطه، في القطر. الفيلم زي ما قلت بيركز على قناوي، ودي غلطه الفيلم، هو ده فشل الفيلم. انت عارف لو كان ركز شويه على فريد شوقي اكتر، وعمل مقارنه بين الاثنين، يعني باين للناس ان انت لو مشيت في سكه فريد شوقي الايجابيه، عايز يعمل اتحاد للشيالين، وعايز يرفع مستوى الشيالين، وعايز يعمل وعايز يعمل وعايز يعمل، كان الفيلم نجح وكان انتصر. وبين لنا في الاخر ان فريد شوقي انتصر وعمل نقابه والشيالين بقوا مبسوطين و كان الفيلم نجح. انما انت هو ركز على قناوي وانه فشل وراح مستشفى المجانين. يعني الفيلم عايز يقول ايه للناس؟ ايه الرساله؟ عشان كده الناس كرهت الفيلم. الناس كلها، ما هي الناس كلها تعتبر مهمشه بدرجات. الاغنياء قله. الناس كانت بتحب افلام فريد شوقي ليه؟ لان هو بينتصر في النهايه، بيقهر كل خصومه الاشرار. الناس كلها متماهيه مع فريد شوقي. كل واحد متخيل نفسه فريد شوقي، ان هو بيواجه الاشرار وبينتصر عليهم. فالناس كانت بتحب فريد شوقي، زي ما كانوا بيحبوا اسماعيل ياسين زمان. اسماعيل ياسين مع انه عبيط بس كان بينتصر في النهايه. يعني ده معناه ايه؟ يعني ان انت لما تكون عبيط بس ايه، ربنا معاك، هتنتصر كده. يعني لما تكون طيب وكده هتكسب. دي نظريه افلام اسماعيل ياسين، عشان كده الناس كانت بتحبها. اهو قدامكم اهو نموذج، اهو اسماعيل ياسين اهو. في اعبط من كده؟ لا. بس شوف انت، اتجوز هند رستم واتجوز زهرة العلا. شوف انت في افلامه اتجوز امال فريد. يعني فريد شوقي في الافلام بتاعته اتجوز كاميليا. اتجوز مين تاني؟ فريد شوقي اسماعيل ياسين في الافلام بتاعته اتجوز كل نجمات السينما. شادية يعني اتجوز كل نجمات السينما. طب وهو عبيط؟ يعني اذا ونجح في الاخر وانتصر على الاشرار. يبقى اذا انت ايه؟ ممكن تكون عبيط يا متفرج بس هتنتصر، ما تخافش. اهو فريد شوقي اهو، اسماعيل ياسين اهو. جت بعد كده، بعد ما انتهت مده افلام اسماعيل ياسين والناس قالت ايه ده، لا بس انا مش عبيط كده للدرجه دي. فبطلوا يتفرجوا على افلام اسماعيل ياسين، زهقوا حكايه العبيط اللي بينتصر، اللي هم جربوها. لا طب ما انا عبيط وما انتصرتش زي اسماعيل ياسين ليه؟ يبقى اذا في حاجه غلط. فالناس بطلوا يتفرجوا على افلامه، لان فلسفه افلامه كانت قايمه على نظريه خليك عبيط بس هتكسب كل حاجه في النهايه. لما تكون طيب، تكون وافي، تكون مش عارف ايه فالناس جربت الحكايه دي. ما انا اهو نيل اهو، طيب ومجتهد ووافي بس ما كسب، ما عملتش حاجه. ما اتجوزتش هند رستم، ما اتجوزتش امال فريد، ما اتجوزتش كاميليا ولا. طيب يبقى اذا الافلام في اسماعيل ياسين قايمه على فلسفه فاشله، وهو ان انت ممكن تكون عبيط بس قلبك طيب، فتكسب كل حاجه. فلسفه افلام اسم فريد شوقي، انت بقى ممكن تكون قوي وقلبك طيب، هتكسب كل حاجه في النهايه. طبعا برضو ما نفعتش. طب ما الناس كلها كتير جدا، طب انا قوي اهو ومش عارف ايه. طب كل الشيالين اللي في مصر وكل العمال اللي في مصر اقوياء، اي واحد شيال هتلاقيه قوي جدا. طب بس ما بيكسبش، ما بيوصلش اللي وصل له فريد شوقي في الافلام. برضو سقطت افلام فريد شوقي اللي هي بتاعت الفتوات دي. نيجي بقى في الفيلم بتاع باب الحديد. القناوي المهمش ده عنده طموح انه يتجوز واحده جميله ويروح بيها البلد ويعمل بيت على الترعه ويربي له عجلتين ويزرع له قيراطين على الترعه كده، ويعيش في سعاده. عالم خيالي جميل بالنسبه له. يعني بالنسبه له هو ده النجاح الاقصى، يعني انه يرجع لوطنه بدل ما هو مهمش في القاهره، ويتجوز امرأة جميلة، ويبقى عنده عجول وعنده أرض وأولاد
طموح، طموح مشروع يعني. هو ايه؟ هو المهمش ده ايه؟ محكوم عليه بالاعدام. ف عبد الحي اديب اللي هو ابو عمرو اديب اللي هو كاتب السيناريو، ويوسف شاهين المخرج بيحكموا عليه بالله. لا انت ما, ما يصحش عندك الطموح ده. انت مهمش وتعيش مهمش وتموت مهمش. لذلك في الاخر انت مصر ان انت كده تحقق، طب خش بقى مستشفى المجانين، ودوه مستشفى المجانين. فطبعا الناس ما وافقتش على النهايه دي. ايه ده؟ انت مش بتقضي على الامل. زي برضه في، هو ده يوسف شاهين طبعا لانه هو مسيحي وما هوش منتمي للثقافه بتاعت الشعب المصري، بيكره الشعب المصري لانه مسلم. ففي فيلم الارض ثوره الفلاحين بتنتهي بان قائد الثوره اللي هو ابو سويلم بيتسحل وبيموت، والباشا او البي محمود بيه بياخد الارض وخلاص. والفيلم بينتهي على كده. يعني ايه؟ يعني يا ناس ما تحاولوش تقاوموا الظلم، ما تحاولوش تاخدوا حقوقكم، لان نهايتكم هتكون زي نهايه محمد ابو سويلم، الموت. طبعا كل افلامه كده، كل افلامه كده بتقول ان اي طموح معناه الفشل المحقق. ما تطمحش في حاجه خالص، عيش زي ما انت كده مهمش. هي دي افلام يوسف زفت شاهين. ايه بقى اللي بجد؟ طيب ده هيقودني الى حاجه تانية انا اول واحد يلاحظها الحمد لله، وهو ان نهايه فيلم باب الحديد ما عجبتش الكاتب السيناريو اللي هو وحيد حامد. اتفضلوا شاي بلبن. طيب، وحيد حامد ما عجبتوش نهايه الافلام. هو ما قالش كده، بس عمل فيلمين عن نفس الفكره، بس خلى المهمش ده ينتصر في النهايه. ودي انا يعني مع ان انا مختلف مع وحيد حامد، ولكن انا موافق على اللي هو عمله. يعني بيقول لهم باب الحديد ده فيلم زباله، لانه ايه يعني؟ قناوي كان عايز ايه من الدنيا؟ يعني عايز يتجوز بنت حلوه، بنت شغاله في المحطه، يعني مش اميره مثلا، مش مهندسه، مش دكتوره، مش استاذه جامعيه. دي بنت صايعه عاهره في المحطه بتبيع بيبسي والبيع بتاعها. عايز يتجوزها وعايز بيت على الترعه ويزرع له قيراطين وعنده عجلتين. يعني طموح ايه؟ وطموح ده يعني مش طموح جامد قوي يعني. يعني بالنسبه له ما هوش، مش عايز يبقى عنده قصر مثلا، مش عايز يبقى. طموح مشروع جدا، وايه المشكله يعني؟ فوحيد حامد ما عجبتوش النهايه، وده عنده، وانا اوافقه على كده مع اني مختلف معاه. ولكن وعمل ورد على الفيلم بتاع باب الحديد بفيلمين. الفيلم الاول اسمه الهلفوت، والفيلم الثاني اسمه المنسي. ولو تلاحظ انا ايه اللي خلاني افكر كده، ما سمعت، ما قريتش ولا سمعت ولا حد قال ولا هو وحيد حامد قال، لكن انا في عندي حاجه كده دي اتعلمتها من شبينجلر، ان انت تدور يعني حاجه اسمها الفحص المورفولوجي، الفحص الشكلي. بيدلك على حاجات في تماثل شكلي، يبقى في حاجه ورا التماثل ده. ايه هو التماثل الشكلي بين باب الحديد والهلفوت والمنسي؟ السكه الحديد، اجواء السكه الحديد. ليه في الهلفوت اجواء السكه الحديد والمحطه هي المسرح الرئيسي، وفي المنسي محطه القطار هي المشهد الرئيسي؟ نفس الكلام في باب الحديد، ان المشترك بين الثلاثه ان محطه السكه الحديد هي المسرح الرئيسي للاحداث. هنا بيخليني افكر على طول، الله، يبقى في علاقه باطنيه في عقل اللي الف ده والف ده والف ده، مش ممكن تكون صدفه. نيجي نشوف بقى مثلا في الهلفوت. الهلفوت ده هو قناوي، هو قناوي، بس بدل ما قناوي بيبيع جرايد، لا، هلفوت ده شيال في المحطه. يعني ناس تنزل من القطر شايلين شيل، تعالى هلفوت شيل الشنطه دي، شيل البتاع دي، يقوم شايلها على كتفه، يديك ربع جنيه، يديك نص جنيه، تديله جنيه. زي يعني هي نفس، هو الهلفوت. الهلفوت هو قناوي. في حد مختلف على كده؟ نفس المظهر، الرص والملابس الرصه والصياعه والفقر مهمش قاعة تهميش. يمكن الواد اللي هو سعيد صالح يمكن مهمش بس اعلى منه شويه، عنده قهوه في المحطه ومش عارف ايه وبتاع، يعني يعتبر من البرجوازيه، يعني في قاع البرجوازيه بس برجوازي. انما عادل امام الهلفوت مش في البرجوازيه خالص، ده بروليتاريا، اللي هي البروليتاريا الراثه،
البروتاليا الرافه دي اللي هو ايه، شغال عند عصران الضبع، شيال بيشيله ويشيله الاكل ويشيله البتاع، ده اسمها البروتاليا الرافه. البروتاليا الغبيه او الرافه يعني، ده تعبير بتاع كارل ماركس. شوف بقى الواد ده عنده طموحات في الحب، انه يحب امراه جميله، الست اللي بتعزمه وبتعمل زار في بيتها وبتعمل، يعني دعاره بس مغطاه، يعني هي دعاره. بتجيب ستات تعمل لهم زار عشان يطلعوا الاسياد اللي عليهم. الستات دول بيبقوا ارامل، مطلقات، مش عارف ايه، حاجات زي كده. بتجيبهم يعملوا تعمل لهم زار عشان يطلع لهم الارواح. هم اصلا مش مشاكلهم ان هي اللي مطلقه واللي ارمله، ان مفيش واحده جوزها هيسيبها تروح كده. وبتجيب رجاله بقى من اللي هم في المدينه، اللي هم معاهم فلوس وعايزين يعملوا يعني شويه فسق، بتتعزمهم وبتدروخ لهم الستات دي باي شكل. بيدروخوا خالص كده وكل واحد يسحب واحده كده على اوضه وخلاص، ادي وهي تاخد الاجره. ما اعرفش هو جاب الفكره دي منين، بس يعني فكره غريبه شويه، انا عمري ما سمعت عن حاجه زي كده. عمري ما سمعت في الواقع عن حاجه زي كده. ما سمعتش خالص عن حاجه زي كده. هل اهل دي بلد ريفيه، هل اهالي البلد هيوافقوا على على الحكايه دي؟ ما اعتقدش. دي فكره ما اعرفش هو جايبها منين، وحيد حامد. هي ممكن تحصل في المدينه، لكن مش ممكن تحصل في بلد ريفيه، لان في الريف الناس كلها عارفين بعض وعارفين بيعملوا ايه. مش ممكن الناس هتوافق على اللي بيحصل على الحكايه دي. فدي طبعا من تخاريف وحيد حامد يعني. هي وعايز يقول ايه، ان الحكايه دي حركت في الهلفوت النوازع الجنسيه والنوازع النازعه الى الحب. فتاني يوم بقى قاعد كده وبيبص على ايه، الهام شاهين، اللي هي مهمشه برضه بس حلوه، مهمشه بس حلوه وعاهره، يعني على علاقه بكذا واحد، عاهره يعني. فبيقول لك طيب ما انا اتجوزها. ما هو طبعا هو مش ممكن هتوافق انها تعمل معاها علاقه، لانها بتعمل علاقه مع ناس يعني محترمين، الفتوه، عصران الضبع، واحد صاحب محل العجل، ده يعتبر راجل شخصيه محترمه في القريه، عنده بيزنس. واكيد غيره تاني يعني، ما هتكتفي باتنين ما دام بقى خلاص فتحت على البحر خلاص يعني. يعني عادي جدا يعني. ما هم شخص يكون محترم يعني، عشان ما يفضحهاش ما يعملهاش وبتاع، وتاخد منه مزاجا. يعني عصران الضبع ده بيقدم لها الحمايه في القريه، اي حد يضايقها خلاص هي العجلاتي ممكن طبعا بيقدم لها الفلوس والوعود بالزواج يعني بيقدم لها حاجه كويس. وهو شخص شاب كده وسيم وبتاع العجلاتي. وبرضه صلاح قبيل راجل فتوه وبتاع وبرضه وسيم يعني. هي بتستمتع بالكلام ده. الهلفوت مش لا هو وسيم فمش هيديها اي متعه، ولا هو يديها مكانه اجتماعيه. بالعكس ده ارتباطها بيه هينزل بيها. الناس هتحتقرها، ايه ده حتى الهلفوت، ده انت زباله يعني. حتى الناس المحترمين مش محترمين يعني، الناس اللي هم ليهم مكانه وليهم وعاملين معاها علاقه، مش هيوقفوا العلاقه دي، لان دي ايه ده، دي انت بقيتي عاهره من الدرجه الرابعه. بتعملي علاقه مع الهلفوت، هو فاهم كده، الهلفوت فاهم كده، عادل امام. فبيقول لك هتجوزها ايه يعني، عاهره بس انا هتجوزها، هي حلوه وكده وتشبعني، انا مش فارقه معايا، وانا هقدر ان انا اخليها تقطع علاقتها بكل البتاع. ودي برضه حته مش مفهومه يعني، لان حتى لو كان مهمش، يعني ان هو يرتبط بعاهره برضه حته، ما دي مش وحيد حامد عايز يوصل لحاجه، فبيطوع الاحداث وبيختلق احداث مش منطقيه، زي موضوع الزار اللي قلت لكم عليه، وزي ان هو يتجوزها عادل امام، لان هو مهمش صحيح بس مش لدرجه انه يتجوز عاهره يبقى قواد يعني. مش يعني مش ثقافته مش ثقافه قواد خالص. فدي برضه حته من الحاجات اللي ايه، اللي مش مفهومه في الفيلم. المهم ان هو في النهايه بيتجوزها، ومش بس بيجوزها يعني، هي على علاقه بعصران الضبع زي ما كانت هند رستم على علاقه بفريد شوقي في فيلم باب الحديد. فهو بيخطف منه هنا بقى الهلفوت غير قناوي، بيخطف البنت الحلوه الجميله وبيتجوزها كمان. وعصران الضبع عايز يقول له ابعتها لي، فقال له لا، فبيتخانق معاه، تحصل بينهم مشاده، بتنتهي بان ايه، عصران الضبع بيموت بالسكته القلبيه. طبعا مش معقول الهلفوت يموت عصران الضبع، مش معقول. هو طبعا حط حته كده ان هو ضعيف، لان هو جسمه العظم ومش العظم ولافف احزمه وبتاع، بس مهما كان برضه
مش ممكن الهلفوت. وبعدين اصلا التكوين الجسماني للهلفوت مش منطقي. الشيال بيبقى قوي، يعني طول النهار بيشيل طول النهار بيشيل طول النهار بيشيل، لازم هيكون قوي. بص كده لاي شيال تلاقي مفتول العضلات. امال بيشيل ازاي؟ عادل امام مش مفتول العضلات، ازاي يشتغل شيال؟ دي هنا في هنا ثغره في الفيلم. الفيلم كله ثغرات طبعا. المهم ان هو بيتجوزها وبيوقف علاقاتها كلها مع بقيه الناس اللي هي بتشتغل عاهره معاهم. ومش بس كده، لا ده كمان يعني بيحصل بيموت الفتوه وبيحصل على الفلوس جامده جدا، لانه مش طبعا مش بيسرقها ولا بتاع، لا هو بيعمل احتيال كده، اجره قتل عند اسران الضبع، فهو بيستولي عليها. هنا زي ما قلت لك انا، وحيد حامد بينتصر لايه؟ لقناوي. جه بعدها بفتره عمل فيلم ايه؟ نفس الفكره، المنسي. مره الهلفوت ومره المنسي، هما الاثنين المهمشين يعني. بس ده مهمش ايه؟ يعني من طبقه الموظفين، صغار الموظفين، مش شيال. يعني زي ما تقول ايه، رقى عادل امام، فبقى ايه؟ مش شيال، لا بقى من المهمشين. وزي ما قناوي كان بيجيب الصور البنات العريانه اللي بيحطها في اوضته، المنسي ده بيجيب المجلات اللي هي كانت موجوده في زمان كده، مجلات بتجيب صور عريانه، زي الشبكه، زي اللي مش عارف ايه، زي الايه، كان بيجيبها من بياع المجلات اللي هو احمد ادم الرخم ده، وبيستلفها ويسهر عليها وهو شغال بالليل في كشك كده بيظبط اتجاهات القطارات وكده. طبعا بيبقوا اتنين، ما بيبقاش واحد، بس الفيلم ما يقدرش يخلي اتنين. يعني ليه؟ لان هيبقى في بطل مع عادل امام موجود معاه على طول، هيبوظ حبكه الفيلم. فهو خلاها واحد، وده مش ممكن، لان افرض مات، افرض نام سي، هيدخل القطوره في بعضها في هيئه سكه الحديد، هتحط واحد بس عشان يحصل له اي حاجه، حد يقتله يدمر، لا يبقى هم اتنين. لازم يكون اتنين على الاقل، معلوماتي كده ان هم لازم يكونوا اتنين، وممكن ثلاثه كمان. يعني شيء خطير جدا انك تسيب حركه القطارات في ايد شخص واحد. وبعدين هو ايه في الفيلم بقى؟ بيسيب البتاعه دي ويروح بقى الحفله والبتاع، وسايب القطارات بتخبط في بعضها، مش معقول يعني. فهو هنا بقى زي ما قلت موظف مهمش برضو، بس من صغار الموظفين. وبقى ايه؟ بيجي البنات بقى في المجلات كمان بقى، عشان عادل امام بقى لازم يعمل اغراء، لازم تكون في الفيلم اغراء عشان الفيلم تجاري. فجاب له بقى ايه؟ الرقاصه دينا بتظهر له ومش عارف ايه وبتاع، اي كلام عشان بس يعمل حاجات تجاريه. وبعدين البنت بقى هنا اللي هي هند رستم، الهام شاهين، بتبقى يسرى. يسرى دي سكرتيرة رجل اعمال عامل حفله داعره فاسخه، رجل اعمال فاسد. وبيحصل اختلاف بينها وبينه، انه بيقول لها عايزها ان في رجل اعمال هو يعني واحد واضح ان هو خليجي يعني، اعجب بيها في الحفله وعايز ينام معاها. فهي بترفض، انها سكرتيره صحيح، سكرتيره يعني سكرتيره فساد، انت سكرتيره لواحد فاسد، خلاص عندك اخلاق قوي، انا برضه ثغره. يعني انت شريفه قوي، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. هو اصلا مش كرم مطاوع مش هيشغلها عنده لو هي شريفه عفيفه، مش ممكن. واحد بالفساد ده وبالدعاره دي وبالعهر ده هيشغل عنده سكرتيره شريفه؟ مش ممكن يا جماعه، يعني بالعقل كده يعني. لازم هي عادي جدا، وتلاقيه متجوزها عرفي ولا حاجه يعني. ده يوم ما تكون شريفه قوي تقول له اتجوزني عرفي، صح؟ لما تكون انت شغال عند واحد فاسد وبتجيب له، ده بيقول لها هاتي لي شواذ وهاتي لي مش عارف، معناها ان هي فاسده. انت عارفه انك بتشتغلي مع واحد فاسد، طب بتبرري لنفسك الفساد ده ازاي؟ بالعقل كده. وبعدين الشرف بينقح عليكي لما قال لك روحي للراجل الخليجي ده، الشرف نقح عليكي وبقيتي خضره الشريفه. طب ما انت لسه جايبه له شواذ في الحفله، وجايبه له عاهرات، وجايبه له مش عارف ايه، وجايبه له ايه، وجايبه له ايه، وجايبه له ايه. الشرف. وبعدين ايه بقى؟ بيتدخل عادل امام بقى، اللي هو ايه؟ لسه بيتفرج على افلام جنسيه وبيتفرج على مش عارف ايه و... بقى شريف قوي وبيدافع عنها ضد رجل الاعمال ده، علشان ازاي بقى هم؟ كلام فارغ طبعا، كلام غير مقنع يعني. يعني واحد زي ده يقول لك يا عم عادي، يعني يقول لها عادي، ما انت شغاله عنده وعارفه ان هو فاسد وزفت. ده هو بيقول لها كرم مطاوع، بتقول له طب ما تودي له مراتك، قال لها بس هو ما طلبش مراتي.
قالت له يعني لو كان طلب مراتك؟ قال لها اه، يعني بما معناه يعني. طب يعني انت اول مره تفاجئي بالحكايه دي؟ يعني دي مفاجاه بالنسبه لك؟ مش معقول تكون مفاجاه يعني، اكيد انت عارفه كده وانت شغاله عنده كده وعارفه كده منيله كده وزفت زيه. فكلام وبعدين عادل امام بقى الايه بيتدخل عشان الراجل كرامه طبعا ما عندوش بقى امن وما عندوش مش عارف ايه وما عندوش ايه، قال بيجيب كبسولات اللي مش عارف ايه وبيهدد بانه يموت الراجل الخليجي، والراجل الخليجي ده ما عندوش بودي جاردات يجوا من ورا عادل امام يديله على دماغه كده ولا يضربوه على دماغه يعني يمسكوه. فين رجال الامن؟ يعني راجل اعمال زي ده عامل حفله بملايين ما عندوش رجال امن جوه الحفله؟ الخليجي ده بيتحرك كده لوحده ما عندوش بودي جاردات كده بيحرسوه؟ هيخلوا عادل امام اللي هو اصلا ما فيهوش قلم يقوم ماسكه كده وهو خايف؟ ده اديله كده بالبنيه يطيره وعادل امام فيه قلم؟ كلام فارغ يعني. بس هي الفكره زي ما قلت ان وحيد حامد عاوز ينتصر لقناوي عن طريق الفيلمين اللي هم هلفوت والمنسي، بس انتصار تجاري مش مقنع يعني احنا مش ممكن نقتنع ابدا ان عادل امام يقدر يموت عصران الضبع. هو عشان عارف ان احنا مش هنصدق فخلى عصران الضبع يموت بالسكته القلبيه. يعني ايه يموت بالسكته القلبيه؟ وعشان الهلفوت يعني خلاه ايه؟ قال يمسك متفجرات ويهدد بيها الراجل الخليجي، قال هي دي قوته. طب مفيش امن، مفيش مش عارف ايه، الخليجي ده ما عندوش حد، ما فيش حد يجي من وراه كده يقوم يديله بالبتاع على دماغه. اكيد الحفله فيها امن وفيها. لكن هي الفكره ايه؟ زي ما قلت نرجع بقى للاصل، وهو ان فيلم باب الحديد ده فيلم فاشل وفشل تجاريا والناس رفضته، ورفض الناس مش عشان ان الفيلم ده الناس كسروا السيما. طب ما في افلام بتفشل بس الناس بتخرج خلاص. لا ده دول كسروا السيما، هو يوسف شاهين نفسه قال كده وقعدوا يشتموا يوسف شاهين ليه؟ لان انت بتقول لهم انتوا مهمشين، ما هم جايين يتفرجوا على قناوي، قناوي ده هو منهم بيتماهوا معاه. إيه ما تفكرش تحصل على هند رستم، ما تفكرش تحصل على حياه سعيده، ما تفكرش تحصل على بيت وزوجه واولاد، ما تفكرش في الحكايه دي لان انت مهمش. انت مصيرك مستشفى المجانين، انت مجنون انك بتفكر في كده. زي ما عاقب محمد ابو سويلم لانه مجرد انه عايز يحافظ على ارضه قدام محمود بيه خلاص خلاه يموت يتسحل، الشرطه جت سحلته موتته يعني، ربطوه في الحصان وموتوه. فهي دي وجهه نظري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.